وسط هاد الهدى صوت الطبيعة جميل جدا. كتحلب البقرة بطريقة تقليدية كتخليك تنسى كاع الضغوطات بهاد الحليب، الصوت ديال الحليب والبقرة. أجواء بسيطة لكن راحة نفسية كبيرة بزاف. السلام عليكم احبابي، مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد من قلب الدوار الطبيعة الجميلة. اليوم غادي نعيش معكم هذا الصباح الفلاحي الهداء، نشارك معكم طريقة الحليب بقرة بطريقة تقليدية. هذه الأجواء البسيطة فيها الراحة النفسية كبيرة، وخصوصا مع أصوات الطيور والبرود الصباح. أول حاجة كنوجدو المكان وكنقربوا العلف للبقرة باش تبقى مرتاحة أثناء الحليب. الناس اللي كيعيشوا في البادية كيعرفوا باللي هاد اللحظة عندنا في الطعام خاص. دابا كنبدا نحلبو بالطريقه التقليديه بالاصوات الحليب كتنزل وكتخلي الواحد يحس بالراحه والهداء. خليكم تسمعوا مع هذا الجو ديال الحليب جميل جدا وتستمتع بوقتك بالراحه النفسيه. شو تبارك الله هاد البقره لا ولدات باقيه لا ولد هاد العجيل هذا حلف بيخلينا نحلبوا هاد حلف قالك هذا حليبي ولا الا دا غيري. غتضحكوا واحد شويه وصافي. تبارك الله ما خلاناش. انا مشينا عند البقره الثانيه حتى هي كنحلب تبارك الله. هذه بلديه، هذا النوع ديال البلدي. البقره الاولى نوع روميه، هذه بلديه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فيها الحليب تبارك الله ما شاء الله. عاشر على البقره. صراحة أنا كيعجبني هاد الجو ديال البادية، كنجي كنرتاح فيها. من الجو ديال المدينة كتكون فيها شوية ضغوطات شوية الإسترس، كنجيو هنا البادية كنسرى كاع دوك المشاكل ديالنا وكنبقى نستمتع مع هادي. صراحة البادية أحسن حاجة فيها، واخا كتكون فيها تمارة بزاف من الناس اللي كيكونوا عايشين فيها، ولكن بالنسبة لي أنا بنات المدينة كنجيو كنستمتعوا به مزيان. لا لا صراحة كانت الناس اللي كيكونوا اللي ما كيمشوش للبادية يمشيو. كاينين الناس اللي كيقول لك انا ما نقدرش نمشي نعيش في البادية ولا شي حاجة. انا ما كنفضل كنقول لكم اجيو تشوفوا الاجواء ديال البادية، كتكون الراحة النفسية ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا كان الناس اللي كيكونوا مجربين الجو ديال البادية هما اللي غادي يقولوا لكم. والله انا صراحة انا كنهضر على تجربتي، انا كتعجبني الجو ديال العروبيه بزاف وكنرتاح فيه. خصوصا يعني خصوصا مدينة جديدة دكالة. هذه بادية ديال النواحي ديال دكالة. هلا مرحبا بكم في دكالة لي الآية للدكاليات. دابا نشوفوا شكون اللي كاين معنا هنا دكالي. اللي شي واحد اللي يطلع لي هذا الفيديو يقول لي انا من دكالة، قول لي في التعليق شكون هو الدكالي الاصيلين. انا خليكم معنا على الفيديو ونشوفوا من الان تستمتعوا بهذا الجو جميل جدا. الحمد لله كنا كنحلبوا الحليب البلدي كنبقاو عندنا في المذاق مختلف بزاف. هاد الخدمه كنديروها اغلبيه منها متابعه شويه ولكن ممتعه ومائيه بالبركه. اجي تشوفوا معايا هذا الجمال الطبيعي، خضره ما شاء الله تبارك الرحمن. مع الصباح تبارك الله كي كتصبح في الجو ديال الباديه كتصبح ما شاء الله تبارك الرحمن تعشق تبقى تشوف هذه المناظر الخضراء وكتنسى المشاكل وكتنسى شحال حاجه. يعني كتكون هنا هذه باش كتكون زوينه الباديه بهذه الراحة النفسية. أنا صراحة عجبتني البادية بزاف وكنرتاح فيها بزاف. نجي لها بزاف مرات كنكون كنكون عندي وقت الفراغ ملي كنكون نجي هنايا البادية باش نقدر نبدل الجو ديالي، باش نبدل الراحة ديالي
نستمتع بالوقت ديالي وننسى الحوايج السلبيين وكنجيب ايجابيات. لا ما شاء الله الخير. دابا هذه البطاطا هذه اللي مغروسه هنايا، شوف تبارك الله، ودار عليها جانبيه الذره، تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاد الشيء كيكون كنخليك ارتاح. شوف تبارك الله الذره كي جات، تبارك الله مازال ما ناضتش هذه، الله عندها يوم تقريبا اسبوع. يعني هذه كيكون ديال الفلاحه ديال السقا ماشي ديال البور. تبارك الله ما شاء الله. سمعوا معايا الاصوات، الدجاج والعصافير والهود اللي ما كاينش في المدينه. فعلا وسط هاد الحياه البسيطه هي السعاده كبيره بزاف اخوتي، والله الا السعاده كبيره بزاف. خليكم واحد شويه تستمتعوا مع هاد الاصوات الجميله شويه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تكونوا حسيتوا معنا بالراحه. هذا الجو جميل. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لي لايك واشترك معنا في القناه باش يوصلك كل جديد بيوميات الدوار ديال الفلاحه. خليوا لي تعليق واش بغيتوا تشوفوا فيديوهات كثيره على الحياه التقليديه. شافت